زهقتي هنفطر ايه كل يوم؟ تعالي جربي فطير الطاسه السريع، طريقه مفيش اسهل منها، هتعمليها كل يوم. بس في الاول كده لو عندك عجان هاتي حله العجان، حطي فيها كيلو دقيق ومعلقه صغيره ملح وثلاث كوبايات ميه. ولو هتعجني بايديكي حطي الدقيق في طبق غويط وشمري ولتي واعجني في العجينه لحد ما تبقى معاكي طريه بس متماسكه سيكه. غطيها وسيبيها نص ساعه ترتاح. بعد كده قطعيها لحتت قد البرتقانه وادهني وشها بالزيت وسيبيها 10 دقايق. بعد كده ادهني الرخامه بالزيت وهاتي كرة العجينه وبكف ايدك افرديها، ومن عند الحرف كده ارفعيها ورققيها وامليها بالهواء. ولو عندك سمنه او زبده على الوش بتاع العجينه وزعيها. بعد كده هاتي طرف العجينه من فوق ومن تحت والجوه، كشكشيها وعلى بعض ضميها. طريقة مفيش اسهل منها، ولو شفتيها ضروري تجربيها. بعد كده هاتي حرف العجينة ولفيها على بعض رول، والطرف من الناحية التانية بططيها واعمليها قاعدة تحت العجينة. وشوفي مرة كمان علشان تتأكدي من الطريقة. بعد ما تكشكشيها على طول تلفيها، وطرف العجينة من الناحية التانية تفرديها وتعمليها قاعدة للفطيرة. وبعد ما تخلصي الكمية كلها هاتي اول واحده شكلتيها وبكف ايدك بططيها، وبعد كده على طول على الطاسه علشان تسويها حطي الطاسه على نار وسط ومعلقه زيت عليها وانزلي بالفطيره فوقيها. واول ما تشمع وتاخد لون بسيط الناحيه التانية قلبيها لحد ما تاخد لون ذهبي. وبالطريقه السهله اللي شفتيها هتاكلي احلى